صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده روتين كله نشاط وحيويه وطاقه وايجابيه. يلا قومي كده خدي قطعه من النشاط. اول حاجه قلت هعملها ان انا هعمل صينيه كيكه كده اللي هي بالحليب الساخن. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وربع كوباية من الزيت وكوباية الا ربع من السكر. وحطيت باكو من الفانيليا. لو موجود عندك فانيليا سايلة عادي حطي. وبعد كده هحط لها كوباية من الدقيق، يعني علشان انا هعمل الجالب الصغير خالص. ممكن تضعفي المقادير لو هتعمل صينية اكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة كده من الملح سرنا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وجلبت كده كل المكونات دي مع بعضيها وسايبة الخليط كده يتضرب في الخلاط علشان السكر ينعم معايا ويبقى كل ما بتضرب فيها بتبقى يعني فاتحة. بص نزلت كده بالخليط على الدقيق. انا اول مره اعملها معاكم على فكره على القناه. انا عملتها كذا مره كده بس اول مره اعملها معاكم على القناه. بس ما شاء الله بيبقى طعمها حلو جدا. عارفين الحاجات اللي هي بتبقى شبه النايتي والكلام ده. ببدأ بقى اقلبهم كده بيبقى الخليط سمكه ان هو بيبقى تقيل طبعا شويه علشان لسه ما نزلناش عليه باللبن. فده بيبقى السمك يعني بتاعه. اهو بصوا ده بيبقى يعني السمك بتاع الخليط. بعد كده بقى بجيب نص كوباية من اللبن وبحط عليهم 3 معالق كده كبار من الزبدة. ممكن نحط سمنة او زيت بس انا صراحة ما جربتهاش بالسمنة. بس في ناس جربتها وجالت حلوة بس انا دايما يعني بجربها بالزبدة. بعدين هخليهم يبدأ ان هم يغلوا على النار. يغلوا يعني مش هستنى لما يبرد ولا اي حاجة. ما تخافيش مش هيبوظ البيكنج باودر ولا هيبوظ اي حاجة. بس تبدأ ان انت تقلبي بسرعة فيهم وما تقلقيش ولا هيبوظ البيكنج باودر ولا هيخلي البيض يتسلق ولا اي حاجة خالص. مش هستنى بس خالص لما تبرد ولا كده لا وهو بيغلي وانزل على الخليط اللي احنا عملناه. وبعدين ابدأ اقلب في اتجاه واحد واكون طبعا مشغله الفرن من قبليها علشان تدخل على طول باجي على مرحلة السوا علشان هي وهو سخن طبعا بدأت كده في التسوية بتاعتها. هو ده الجانب اللي انا هحط فيه. زي ما قلت لكم ممكن تضاعفوا الكمية وتضاعفوا المقادير، يعني بدل نص كوباية لبن تبقى كوباية. بدل كوباية الا ربع تبقى كوباية ونص من السكر. تضاعفوا يعني المقادير لو عايزين صينية اكبر شوية. بس بقى نزلت بالخليط كله كده في الجالب. وزي ما قلت لكم لازم يكون الفرن شغال عشان هي بدأت ان هي طبعا لما اللبن سخن وكده بدأت في التسوية بتاعتها فلازم تخش على درجة حرارة سخنة. وهو اصلا من نجاح الكيكة ان نكون مشغلين الفرن من قبليها. طبعا حطيتها في الصينية الألمونيوم علشان توزع الحرارة كويس. بتاخد معاكي من 40 دقيقة ل35 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. ما شاء الله بصوا طالعة ما بتتفركش. كل قطعة كده بقطعتها. ما شاء الله طالعة جميلة جدا. بصوا ما شاء الله الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. بص اسفنجية جدا عاملة زي النايتي. طعمها تحفة. طعمها كده يعني كل اللي هيدوقها في الاطفال ولا الكبار هتعجبه جدا. بصوا بعد كده دخلت بقى على اوضه الاطفال عشان هعمل لها روتين عميق قبل الشتاء. زي ما انتوا عارفين ان انا الايام دي بعمل روتينات عميقه. شايفين المنظر اللي هو جنب الغساله والكراكيب دي. هلم كل الحاجات دي دلوقتي واحاول ان انا ارتب الدنيا يعني شويه. طبعا الفرش بتاع السراير كان عايز برضو يتحاش فقلت اول حاجه هشيله يعني. وهرفع بقى تحت السراير. اول سرير ده اللي انا بنضف فيه ده يعني ما تعبنيش صراحه. وكان تحت نضيف. بصوا اللبس ده اللي هو في الشنطه الصغيره دي
اللبس بتاع يوسف ابنه وهو صغير، ف طبعا مخليه للمولود الجديد. وفي حاجات جديده يعني اشتريتها، بس انا بوريهولكوا. بصوا كان ما شاء الله صغنون وعسول ازاي. لو حابين تشوفوا اللبس اللي في الشنط اللي انا مجهزاه للبيبي الصغير، يبقى اكتبولي في الكومنتات واعمل لكم كده فيديو مخصوص لللبس بتاع البيبي يعني، واللبس اللي احنا شاريينه للشتاء. اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله كده لو اوريهولكوا يعني فيديو كده لوحدي لللبس الشتوي اللي احنا جايبينه ليا ولاولاده كده يعني. السرير بقى ده يعني هو تحتيه حاجات، بس مش تحتيه حاجات كتيرة زي السرير التاني. وفي نفس الوقت علشان هو من جوه مش متبهدل يعني، مفهوش بهدله يعني. انا رفعت تحتيه مكانش عايز يترفع اصلا تحتيه خالص، كان نظيف. انا لو كنت اعرف ان هو نظيف انا كنتش رفعت تحتيه. بس فجبت بعد كده الشرشوبه بعد ما حشت كل اللي تحتيه ومسحت تحتيه، لمعت يعتبر تلميع ان هو كان نظيف زي ما بقول لكم. والله بجد اليوم ده كان ظهري واجعني جدا، بس لازم اعمل التنظيفه دي قبل الشتاء والبرد ما يدخل عليا. حتى من غير الولاده انا دايما بعمل كده، بس طبعا علشان الحمل وكده فظهري بيبقى واجعني. وعارفين طبعا المرتبه بتبقى تقيله والحاجات دي. ويا رب يديكوا الصحه والعافيه يا رب العالمين، وتقوموا تشوفوا شغل بيتكم يا رب العالمين. ربنا يقويكوا يا رب. فبدأت بقى ايه بعد ما مسحت، بصوا اللي هو كل شوية بقعد هتلاقوني في اغلب الفيديو ان انا بعمل كل حاجة وانا قاعدة. ما انا مش بص يعني مش سبايدر مان، انا بعمل برضو حاجات تاني في البيت يعني، مش الروتينات دي بس. انا بيبقى في شغل تاني في البيت بيتعمل طول اليوم، فباجي بقى على اخر اليوم اللي هو ببقى فصلت خالص. ومع الحمل وكده فببقى اصلا يعني الواحد لوحديه اصلا تعبان. فيا رب يقويكوا يا رب العالمين، وتقوموا تشوفوا شغل بيتكم. انا عايزه اديكوا نشاط وطاقه ايجابيه ان انا بصوا شايفين انا حامل وبكرش وبقوم بشوف شغل البيت. ما بستناش ان حد يجي يعمل لي والله اي حاجه خالص، دايما ايدي في كل حاجه. علشان بعد كده الواحد لما بتبقى حاجته نضيفة بيبقى مرتاح نفسيا كده وهو قاعد. في الشتا طبعا مش هنشغلب تحت السراير وكل الكلام ده، فلازم كده تبقى ايه الدنيا نظيفة. طبعا السرير التاني زي ما بقولكوا عشان في وش الباب، فزي ما بتقولوا التراب يعني كده بيطير. مش عارفة انا مش عارفة التراب ده بيجي منين، هو زي مش تراب يعني بيبقى زي وبر وكده. بعد بقى ما خلصت السرير ده، هحوش بقى ايه على السرير التاني المعركة اللي عليه دي. بصوا كل المفارش والدباديب دي عايزه تتغسل كله ان شاء الله. هغسله في الغساله الاوتوماتيك الكامل، يعني ان هي ايه الاوتوماتيك مش هتبوظ الدباديب. وفي نفس الوقت يعني مش متسخين جوي لدرجه ان انا اغسلهم في الغساله العاديه، فاغسلهم في الاوتوماتيك هتطلعهم زي الفل مع الملايات. يعني ان هي ما شاء الله الغساله كبيره والملايات مش كبيره جوي يعني، فيتحطوا معاهم. حشت بقى والسجاد اللي هو المكتات دي انا مش هطلعها دلوقتي افرشها، انا هفرشها ان شاء الله بعد موضع. يعني بعد موضع كده هطلعها، ويعني يعني اليوم بعد موضع كده على طول هروح فرشه الشقه بقى كلها. اللي هو ايه هوريكم بقى استقبالنا للشتاء واحنا فرشين البيت كله دفايات والمكتات وكل حاجه ان شاء الله بعد موضع. اهم حاجه ان انا بس انضف التنظيفات العميقه دي عشان هي دي اللي بتاخد صراحه وقت. لكن الفرش ما بياخدش، انت هتلمع كده على طول ان انت بقى خلاص نضفت كل حاجه فهتلمع بقى على طول. شايفين انا بقى خلاص بقى تعبت فقلت اقعد ان في حاجات كتيره تحت السرير. بص وما شاء الله يعني حاجات بتاعت زوجي بتاعت الشغل بتاعه، والحناطير والمشايات بصوا مليان مليان تحت السرير بما يرضي الله حاجات. من كتر ما انا عماله اطلع انا جنبي ورايا كده حاجات كوم وفوق السرير حاجات كتيره. فبصوا انا ما قدرتش اميل بقى طبعا ان انا اجيب الحاجات، فجبت المجشه وطلعت الحاجات دي. انا قاعده بسجل الفيديو
وفكرته بيه وعايز يطلع. هنعمل ايه دلوقتي؟ حاضر، لما النونة تيجي بالسلامة هنطلع الحنطور. لما النونة تيجي، شايفين؟ بصوا، هطلع كمية تراب انا قعدت فيه من كتر والله العظيم التعب، فقعدت. يا رب يديكوا الصحة والعافية يا رب العالمين. بس عارفين بعد بقى ما بتخلصي وتشوفي تعبك قدامك كده ان الدنيا نضفت وبقت زي الفل، والله بترتاحي نفسيا. اهم مرحلة دي بعد ما بتخلصي كده بتلاقي يعني التعب كده ما راحش على الفاضي، الدنيا بقت ما شاء الله ريحتها كلها كده رغاوي وبقت زي الفل، والدنيا كده مترتبة، والله بترتاحي كده نفسيا. ويعني ما شاء الله كده انا ببقى بحس ان انا سافرت، غيرت جو من كتر التنظيف. رجعت طبعا كل حاجة مكانها بعد ما نضفت تحت السرير. شايفين تحت السرير مليان ازاي حاجات. صراحة السراير اللي هي بتبقى مكفولة دي بتبقى حلوة جدا في البيت، بتشيل يعني كراكيب كتيرة، عشان لو ما فيش مثلا مكان زيادة، يعني اوضة زيادة كده تحط فيها الحاجات فبتشيلك. طبعا انا ما عنديش اوضة زيادة، فبشيلها لي صراحة تحت السريرين دولت، والسرير التاني شايل لي حاجات كتيرة. السراير الخزين السراير الخزين دي بتبقى حلوة جدا صراحة، لان ربنا لما يكرمنا يعني ان شاء الله كده بمكان، وفي حاجات مثلا بتبقى شايلها زيادة. يعني انا شايلة مواعين كتيرة زيادة عندي في المطبخ، ان المطبخ طبعا مش كبير جو، وانا كنت جايبة حاجات كتيرة فشايلها تحت السلم. لما ربنا بعد كده يكرمنا، او لما الاولاد تكبر، بنحتاج الحلل الكبيرة والكلام ده فنستعملها، مش هتجرى لها اي حاجة. بعد ما نضفت تحت السراير وظبطتها، اخر حاجة بقى فوق الدولاب. حتى فوق الدولاب مش رحماه من كتر الكراكيب. يا رب يرزق كل واحد يا رب العالمين بالرزق الحلال. حاجات بتاعت شغل يعني جوز وكده، واللعب بتاعت ابني، هو في لعب بص في كل حتة اكياس لعب. اللعب دي بص انا زهقت صراحة من كتر اللعب. بس بقى بنفض اللي هي عروسة المولد دي. يا رب يخليلكوا الاطفال يا رب العالمين، وتملى البيت كده لعب وكراكيب، واللي ما عندوش يا رب يرزق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. عارفين العروسه دي كانت بتاعتي من وانا صغيره، كان بابا جايبها لي وفي عيد ميلادي، فجبتها طبعا هنا عندي الشقه. يوسف ابني يا رب يخليه شحورها لي. يعني عارفين ان انتوا الحاجه اللي تحافظوا عليها كذا سنه والاطفال تيجي في يوم وفي ثانيه تبوظها. الاطفال يعني ايه طبعا مش بتعرف قيمة اللعب وهي صغيرة فبتبوظها والله العظيم. فانا زعلت عليها جدا ان بابا كان جايبها لي هدية، وانا الحاجة اللي بابا بيجيبها لي بحب احافظ عليها. عارفين دايما البنات حتى وهم صغيرين كبار بيخافوا على الحاجة بتاعتهم ومش بيبوظوها غير الاولاد ما شاء الله يعني عليهم بتبقى ايه اخر شجاوة. يا رب يهديهم ويصلح لهم حالهم يا رب العالمين. ادعوا له ان ربنا يهديه ويصلح له حاله. بس بدأت بقى جبت ملايات كده نظيفة، وبدأت ان انا افرش خلاص كده ايه، تحسوا خلاص الراحة النفسية بدأت بقى اول ما بشوف بقى الملايات بتتفرش. بحس خلاص كده خلصت كل حاجة. هي ادام نضفت تحت السراير والله ما اخدت في ايدي الأوضة ساعة ونص، والأوضة بقت زي الفل من كل حتة من كل اتجاه كده، خليتها زي الفل ونضفتها. يعني ايه بقول الواحد لما يقول كده الله المستعان ويشمر ايديه الحلوين ويدخل برجليه اليمين، كل حاجة في الدنيا بتبقى سهلة. بس الواحد ايه كده يصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويخلي ذكر الله دايما في بقه يعني وهو بيعمل، وهتلاقوا كل حاجة ان شاء الله سهلة يا رب معاك. يا رب تكونوا اتشجعتوا وتكونوا استفدتوا، واتمنى من ربنا ان انتوا تكونوا اتشجعتوا معايا كده في الفيديو ده. بصوا يعني الله، والالوان الملايات دي انا بحبها جدا، عاطيه كده بهجه للمكان وراحه نفسيه. انا بحب الالوان الفاتحه جدا في اوضه الاطفال، ف بتدي بهجه كده للمكان والله بتبقى حلوه جدا.
بصوا كمان لما الدباديب والحاجات دي تتغسل وتترص كمان على السراير هتبقى حاجة تاني. انا كله حطيته، الخروف كان نظيف، فباقي الدباديب هي اللي حطيتها على سبت الغسيل عشان ايه تتغسل. شلت طبعا شايفين البوتاجاز اللي هو جنب السرير ده، حشته اللي هو في الكرتونة يعني بتاعته، ومسحت تحتيه ونضفت الدنيا، بس ما جاش معاكم في التصوير يعني. وحشت كل الكراكيب اللي كانت هنا دي اللي كانت عاملة هيصة وزحمة عشان امسح تحتيها. حاولت ان انا على قد ما اقدر كده ايه ارتب يعني شوية. هتشوفوا في اخر الفيديو الدنيا ترتبت يعني شوية. وكمان لما يتفرش زي ما قلت لكم الموكيت هتلاقوا الاوضه بقت احلى واحلى. الموكيت برضو بيدي منظر حلو للمكان. بس بقى حطيت برسيل جل وصابون ابيض وكلور، اهم حاجه التلاتة دولت مع بعض، واهم حاجه الكلور صراحه بيطهر الارضيات جدا. بس ما تكتريش عشان ممكن يبوظ اللبس اللي تبقي لابساه. آه وبيأثر يعني على الرجلين، بيهري الجلد بتاع الرجلين. فحطي نسبة قليلة من الكلور احسن يبوظ لكم اللبس وتقول الله يسامحك يا ياسمين بوظت لنا اللبس. بس بعد كده بعد ما الاوضه اهي اتمسحت بقى خلاص. شوفوا بقى، يا سلام على الراحة النفسية بعد ما الأوضة خلصت. بصوا ما شاء الله، الله أكبر. يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب. متنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.